بس يا عم تسلم، انا بقى من النهارده هبدأ دلوقتي حالا ان انا اتعلم المجال اللي انا بحبه ويكون مطلوب في سوق العمل، صح كده؟ بس كده يا صاحبي، الله ينور عليك، وهو ده المطلوب بالظبط. كل الناس بتتكلم عن الشغل الاونلاين وانا مش عارف ابدأ منين ولا حتى اختار المجال المناسب ليا. انا بسأل السؤال ده من زمان قوي، انا اعمل ايه علشان اشتغل اونلاين؟ بص يا صديقي، الشغل الاونلاين مش محتاج شهادة، لكنه محتاج انك تتعلم مهارة، والفكرة كلها انك تتعلم حاجة تكون الناس محتاجينها، وكمان انت تقدر انك تبيعها ليهم. طيب فهمني بقى واحدة واحدة، انا اعمل ايه بالظبط؟ ماشي يا صاحبي، صل على النبي. انت لازم تتعلم مهارة تكون مطلوبة، زي مثلا مهارة من مهارات التصميم او من مهارات البرمجة، او حتى انك تتعلم تسويق. وبعد ما تتقن المهارة اللي انت اتعلمتها ديت، هتروح تدخل على منصة من منصات العمل الحر، زي مثلا منصة مستقل، علشان تلاقي عليها الناس اللي هم محتاجين المهارة اللي انت اتعلمتها. طيب ماشي، الاول بقى قول لي انا ازاي اختار المجال اللي يناسبني؟ الله ينور عليك. اختيار المجال الصح يعتبر فعلا هو أهم خطوة، وطبعا مفيش حاجة اسمها مجال واحد بس يكون مناسب لكل الناس، وكل شخص بيختلف عن غيره على حسب اهتماماته وقدراته الشخصية. يعني من الآخر انت هتشوف انت بتحب ايه. فلو مثلا انت بتحب الرسم والإبداع والفن والتصميم، يبقى ممكن يكون المجال الأنسب ليك من مجالات العمل الحر هو مجال تصميم الموشن جرافيك. ولو انت بتحب الأرقام والمنطق والحسابات الدقيقة، يبقى مجال البرمجة أو مجال تحليل البيانات هيكون هو المجال المناسب ليك أكتر. طيب لو أنت بقى واد اجتماعي واشتغلت بياع في محل قبل كده مثلا، يبقى المجال المناسب ليك أكتر ممكن يكون هو التسويق الرقمي، وهكذا بقى. ايوه، يعني اختار على حسب ميولي. بس انا بحس ان انا عندي كذا اهتمام، يعني قول لي بقى اعمل ايه في الموضوع ده؟ عادي جدا، ولا أي حاجة، ومعظم الناس كمان بيكونوا كده في البداية. واللي هيساعدك وينجزك في الموضوع ده إنك تجرب أكتر من مجال أنت حاسس إنك بتحبه أكتر، وبعدين تعمل في كل مجال من اللي أنت جربتهم مشاريع صغيرة. بعدها بقى هتلاقي نفسك مميز في مجال واحد بس منهم وحابب إنك تكمل فيه. بس خلي بالك، أهم حاجة إنك تحدد وقت محدد لكل مجال أنت هتجربه، وليكن مثلا شهر أو شهرين، علشان في النهاية تقدر تختار المجال اللي هيناسبك فعلا. ماشي يا عم، انا دلوقتي اخترت المجال المناسب ليا، بس دلوقتي انا عاوز اعرف ازاي اتعلمه صح. هل بقى هيكون من الكورسات المدفوعة ولا من اليوتيوب مثلا ولا من ايه بالظبط؟ بص بقى يا صاحبي، من الاخر كده انا عاوزك تحط في دماغك ان المصادر مش هي المشكلة. دايما المشكلة بتكون في الشخص نفسه اللي بيتعلم، وان المصادر المجانية كتير جدا وهتغنيك عن اي حاجة تانية. وخد مني الخلاصة، الطريقة الصح انك تتعلم وتطبق اللي انت بتتعلمه في نفس الوقت، مش بس تتفرج على الفيديوهات وتبقى فهمتها وخلاص. وانا يا سيدي هضرب لك مثال عليا. لو انت المجال اللي انت هتختاره هو الموشن جرافيك زي ما انا عملت، يبقى اول حاجة انت هتبدأ بالاساسيات المجانية، يعني تتعلم من فيديوهات اليوتيوب، وكمان لو تعرف تاخد اي كورس مجاني من اي مكان يبقى جميل جدا. وتاني حاجة انت لازم تطبق عمل، يعني تمشي ايدك كده في البرامج وتجرب تعمل مشاريع على فيديوهات صغيرة حتى لو لنفسك. وتالت حاجة انك تتابع مع حد يكون عنده خبرة في المجال. ويا عم لو قفلت معاك خالص، ادخل على جروبات الموشن جرافيك على منصات السوشيال ميديا كلها واسأل فيها. ورابع خطوة انك تعمل لنفسك بورتفوليو او معرض اعمال يكون كويس، يعني تخلي عندك فيديوهات حلوة من اللي انت عملتها علشان تعرضها على الناس اللي انت هتشتغل معاهم ان شاء الله بعد كده. طيب يا سيدي ماشي، انا دلوقتي لو طبقت الكلام ده كله انا هبدأ اكسب فلوس من امتى؟ والله يا صاحبي، دي حاجة ما اقدرش اضمنها، دي على حسب اجتهادك انت، وقبل اي حاجة توفيق ربنا. يعني ممكن شهرين ثلاثة تبدأ تكسب، وممكن بعد سنة. وبصراحة من وجهة نظري انك تستمر وما توقفش تعلم، وتكون متأكد انك بتتعلم صح. بس يا عم تسلم، انا بقى من النهارده هبدأ دلوقتي حالا ان انا اتعلم المجال اللي انا بحبه ويكون مطلوب في سوق العمل، صح كده؟ بس كده يا صاحبي، الله ينور عليك، وهو ده المطلوب بالظبط. ولو عندك اي سؤال اكتبه لنا في التعليقات، وزي ما قلنا في الحلقة ان اهم حاجة انك تبدأ. وطبعا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهات اكتر هتساعدك في رحلتك ان شاء الله.